السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة خالصة لكل مغاربة داخل وخارج أرض الوطن، وكنتمنى تكونوا بصحة جيدة وفي أحسن الأحوال إن شاء الله. فخلال هذه الحلقة غادي نتكلموا على موضوع في غاية الأهمية، بعد ما فتحت وزارة الداخلية المغربية والخارجية الإسبانية تحقيق بخصوص تلاعب سماسرة بمواعيد تأشيرات شنغن. فإذا من أجل إنهاء معاناة المغاربة الراغبين في حجز مواعيد طلب تأشيرات شنغن للسفر إلى مختلف الدول الأوروبية، فأكدت وزارة الداخلية المغربية أن مصالح الخارجية الإسبانية قامت بإرسال المفتش العام للمصالح القنصلية إلى مدينة تطوان. وهذا الشيء كينطبق على جميع القنصليات بالمغرب، فبعثته من أجل إجراء بحث حول الشائعات المحيطة بظروف وطريقة الحصول على الموعد من طرف مكتب BLS المكلف باستقبال الملفات. فجاء ذلك خلال رد للوزارة على سؤال كتابي للبرلماني حميد دراق لنبه فيه إلى عدم تمكن مجموعة من المغاربة من الحصول على مواعيد لطلب التأشيرة في المواقع الإلكترونية التابعة للمكاتب الوسيطة لدى العديد من القنصليات الأوروبية، بحيث كتعمل ما وصفها بمكاتب السماسرة، وصفها بمكاتب السماسرة نظرا لكثرة الخروقات بحجوزها أو بحجزها بعد إتاحتها ليلا وإعادتها بيعها بثمن يفوق أحيانا مصاريف ملف التأشيرة. هاد المواعيد كيحاولوا يفتحوها، هاد الشيء معروف، يفتحوها في وقت متأخر من الليل، يحاولوا يبيعوها بثمن مضاعف لأصحاب طلب مواعيد. وقالت وزارة الداخلية المغربية إنه بعد البحث الذي أجري في الموضوع تبين أن المصالح الإسبانية منحت لمكتب BLS الدولي حق تدبير طلبات الحصول على تأشيرة شنغن من القنصلية العامة الإسبانية بتطوان، بحيث يقوم صاحب الطلب بولوج الموقع المخصص لذلك قصد طلب موعد، وعند حصوله على التاريخ المحدد يتقدم بالوثائق المطلوبة وأداء المستحقات سواء للتأشيرة أو مصاريف المكتب. وبعد ذلك يحال ملف طلب التأشيرة على مصالح القنصلية بتطوان لدراسته واتخاذ قرار منح التأشيرة من عدمها، ثم تعيد الملف إلى المكتب المخصص الذي يقوم بربط الاتصال بالمعنيين بأمر إخبارهم بمآل طلباتهم، لافتة إلى أن المواعيد الممنوحة كتراوح ما بين 40 و 50 موعد يوميا. وأوضح المصدر ذاته أنه نظرا لكون أولوج الموقع المذكور سلفا يتطلب دراية ومعرفة لملء استمارة طلب المعلومات اللازمة، فإن عددا من الراغبين في الحصول على الموعد يلجؤون إلى بعض وكالات الأسفار ومراكز الخدمات قصد تسهيل هذه العملية وتمكينهم من طلب الموعد، وهو ما اعتبره البعض وساطة للحصول على موعد مسبق، ما جعل بعض مواقع التواصل الاجتماعي تروج وجود سماسرة ووسطاء من لدن المكتب المذكور لتلبية أغراض أصحاب الطلبات. ومع ذلك أكدت وزارة الداخلية أن المسؤول الإسباني سليف الدكر يتولى الوقوف على مختلف المراحل المرتبطة بتقديم طلبات الموعد وكيفية تدبير الملفات من طرف المكتب المعني والمصالح القنصلية بتطوان. تجدر الإشارة إلى أن هذا الإشكال سبق طرحه على مستوى قنصليات دول أوروبية أخرى من قبيل إيطاليا وهولندا، إذ أعلنت الأخيرة قبل أيام اتخاذ مجموعة من الإجراءات لقطع الطريق أمام سماسرة التأشيرات بالمغرب، ومن بينها تعديل الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض فنيا، بحيث يمنع حجز عدة مواعيد في وقت واحد. فهذا الشيء اللي كاين في هذه الحلقة، إلى حلقة مقبلة وموضوع آخر، وشكرا والسلام عليكم.